هنا بمركز التكوين المهني والتمهين شريف مقلاتي بموكلان تم تخرج أول دفعة في إطار إدماج حاملي منحة البطالة. أولاً أشكر إذاعة سطيف على المرافقة الدائمة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين. ثانياً بمناسبة يوم النصر 19 مارس أتمنى للشعب الجزائري النجاح والازدهار. أما فيما يخص سؤالك وهو التكفل بمستفيدي منحة البطالة على مستوى ولائي، احنا كان المرحلة الأولى رانا في تمت أو أنجزت، وهو تكوين تكميلي من 3 أشهر إلى 6 أشهر. الدفعة الأولى تكفلنا بحوالي 8870 مستفيد، ولكن اللي زاولوا التكوين وهو أكثر من 4200. اليوم رانا أكثر من 3800 متخرج في المرحلة الأولى، المرحلة هذه الأولى في مختلف التخصصات، وخاصة الفئة الأولى هي كانت فئة ذات العمرية من 35 إلى 40 سنة. تكفل مركز التكوين المهني والتمهين شريف مقلاتي كدفعة أولى ب 363 موجه للاستفادة من تكوين ضمن إطار المستفيدين من جهاز منحة البطالة، وتم التكفل بجميع طالبي التكوين. والآن اليوم نعيش حدثين في حدث واحد. الحدث الأول وهو تكريم وتسليم الشهادات تحت إشراف السيد المدير الولائي للدفعة الأولى المتخرجة، وهي فيها 120 متخرج في مختلف التخصصات. عندنا التركيب الصحي، مساعد التركيب الصحي، عندنا خياطة وتجميع الملابس، وكذلك عندنا قص وتجفيف الشعر. المناسبة الثانية وهي الحدث التاريخي المتزامن مع إحياء أسبوع الاحتفالات بعيد النصر الموافق ل 19 مارس من كل سنة. نظمنا معرض للصور التاريخية والتي تبدي تضحيات ومآثر رجال المنطقة ورجال الجزائر ككل. باعتبار الوكالة المحلية لتشغيل بقاعة هي الباب الأول لهذا الفئة أو أول متخرجين، يعني كانوا مسجلين عندنا كطالبي عمل. قمنا بتوجيههم إلى مركز التكوين المهني والتمهين شريف مقلاتي بموكلان على غرار باقي مراكز التكوين المهنية. الحمد لله اليوم أكملوا التربص والتخرج تاعهم. أكيد رايحين يرجعوا لنا بشهادات ويديروا تحيين الملفات تاعهم وطلبات العمل، ونتمنوا لهم إن شاء الله فرص عمل أو يديروا مؤسسات إن شاء الله. دائما ولاية سطيف تقوم بإعداد مخطط التكوين، ومخطط التكوين يتم إعداده من خلال المحاولة إدراج اختصاصات تتلائم مع كل منطقة، حيث أن الولاية تقوم بحملات تحسيسية على غرار القوافل الإعلامية، ووصل بنا الحال إلى طرق الأبواب من خلال بورت أبورت، وخاصة التركيز على المرأة الماكثة في البيت في المناطق النائية من أجل ترويج لفرص التكوين لدورة فيفري، وكذا بداية الترويج والتحضير لدورة سبتمبر 2022-2023.